الحب، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا ملاح، كامل تكونوا بخير ان شاء الله. وراني رجعت لكم فيديو جديد، ونقول لهم قبل ما نبدا الفيديو نقول لصاحبه الفيديو اللي ضمضت مني الفيديو نقول لك اسفه 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 جدا كي طولت عليك. والله لي ظروف حكموني، والله ما قدرت نحط الفيديو اليوم. عاد ربي كما قال لك كتب لي باش نحطه، والله غير سمحي لي اختي، وسمحي لي. المهم حبيبتي، انا جبت لك الفيديو ان شاء الله يا ربي كما قال لك يكون سبب في الرزق تاعك. المهم حبوباتي، نبداو لا فيديو مع بعض وعلى بركه الله. نبداو. المهم المقادير تاع الوصفه حبوباتي كما راكم تشوفوا كلش راه باين في الفيديو، انا راح نهضر مي كلش راه باين تاني. درت زوج غرفيات تاع سكر بوم. انا درت كما نقول لك درت كميه كبيره، اللي تبغى دير كميه صغيره دير النصف. كما انا درت زوج غرفيات، نتوما ديروا غرفيه واحده ياكو، وديروا البنات غرفيه نتاع ماء وغرفيه تاع ما زهر، غرفيه تاع ماء وغرفيه تاع ما زهر. انا هنا ماما كتخلط وانا كنت نصورها، دارت نص غرفيه ماء ونص غرفيه ما زهر، عاود الزوج عاود نص غرفيه ماء ونص غرفيه ما زهر. بصح كيف ديروا نص ولا ديروا غرفيه ما زهر وغرفيه ماء، ولا ديرتوا تاع غرفيه سكر ديروا غير غرفيه وحده ديروا فيها نصها ماء ونصها ما زهر. المهم كما قلت لكم السكر والماء وما زهر. ودروك جاء وقت الزيت حبوباتي. توجور تعبروا الغرفيه البون، الغرفيه تاعي توزن 500 غرام، يعني كما قال لك نص كيلو. وهنا عندي كما قلت لك الزيت البنات، عندي غرفيه زوج غرفيات تاع الزيت، يعني قاع درت منهم انا درت كميه كبيره. انا بون نتوما كما قلت لكم تحبوا ديروا غرفيه تحبوا ديروا كميه صغيره البنات ديروا كما قال لكم نص واش راني نقول لكم انايا نص الكميه اللي راني دايرتها انا. هنايا ماما جابت القشور نتاع التشين، ولا عندكم نتاع الليم، ولا اللي عندكم في الدار ديروهم، ربيو ليمه ولا ربيو لتينا ولا وديروهم باش تلقى لكم البنه حبوباتي. وهنا نجيبوا عندنا التفاوح واللي هما حبه حلاوه والنافع حبوباتي، هذو ديروهم مطحونين. وهنا يا حبوباتي تاني راح نزيدوا جلجلان. عندي درت كما قال لك كما تشوفوا كسلاتي درت غير نص صح، انا درتها حبوباتي. انتوما تبغوا ديروا تبغى ديروه مطحون، بصح كي ديروه مطحون حبوباتي لا كولور تاع العجينه راح تبدل لكم من بيضه تولي لكم قهويه. انا كنت سيتها في الغوصات اللي فاتت مي ما ولات لي لاباط تاعي ولات لي شغل بحال قهويه من الداخل، زعما انا ما بغيتش وليت درته حبوباتي كيما راه. درت غير كميه صغيره ماشي بزاف، وهذيك وجات باينه بزاف في لاباط من الداخل حبوباتي. المهم هنا نخلطوا جيدا كاع الكميه كاع المقادير تاعنا اللي شفتوهم معانا، نخلطوهم مليح. وهنا نجيبوا زوج ملاعق كبار نتاع المارغرين ندوبوهم حبوباتي كما راكم تشوفوا، انا وريتهم لكم دايبين. ندوبوهم ونضيفوهم للعجينه تاعنا حبوباتي، ولا المقادير كاع اللي درناهم في الاول في الاخر نزيدوا عليهم كما شفتوا معايا زوج ملاعق نتاع المارغرين وتكون دايبه حبوباتي. هنا نستغناو على الفوي ونخدمو بيدينا كما راكم تشوفوا معايا. كملنا كما قال لك السوائل وحوايج اخرين كاع كملناهم، ودروك جا الوقت نتاع المايزينا حبوباتي، ونديرو غرفيه كامله نتاع المايزينا. يعني هنا ماما دارت زوج غرفيات تاع مايزينا كما راكم تشوفوا معايا على حسب الكميه اللي درتها. درت زوج غرفيات، بصح نتوما كي ديروا نصف الكميه ديروا غرفيه واحده برك حبوباتي. هذه هي. ونجو دروك نعاود نخلطو ونجو دروك للخماره حبوباتي. خماره نديرو قيس 6 الخمارات حبوباتي. انا نديرو غرفيه واحده نديرو فيها 3 خمارات، وزوج غرفيات نديرو فيه 6 خمارات حبوباتي. هنايا كنت بديت ماما دير 3 وعاد بديها وزادت 3، يعني 6 تاع الخمارات ووزن 10 غرام كما راكم تشوفوا هنايا. وكي نكملوا مع الخماره حبوباتي نتجه دائما للفارينه. هنا الفارينه البنات ما راحش نقول لكم شحال، باسكو الفارينه تبقى عينكم ميزانكم.
وتبقى تاني فرينة كاين اللي تشرب، كاين الفرينة اللي ما تشربش. يعني يبقى دائما الفرينة تقعدوا تضيفوا الفرينة حتى تتلم لكم العجينة. هنا نقعدوا نضيفوا غرفية مرختها قيس ما تتلم لنا كاع الكمية اللي راهي عندنا ولا اللي رانا مخلطينها حبوباتي كما راكم تشوفوا. نقعدوا نخلطوا بيدينا كما هكا، يعني نلموا العجينة ماشي نعجنوها حبوباتي كما هاك. المهم تبعوا الفيديو حبوباتي حتى الاخر دوك تعرفوا كما قال لك كاع التفاصيل. انا شاركت معكم كما قلت تبغوني انا شوف كما نشارك معكم انا اي حاجه ولا وصفه نشاركها معكم بالتدقيق. هنا حبوباتي بعد ما تمت لنا العجينه كما راكم تشوفوا. هذا هو القوام نتاع العجينه اللي تحصلنا عليه في الاخر ولا في النهايه. هذه هي الكميه نتاع العجينه كاع اللي تحصلنا عليها هكذا حبوباتي. وهنا كما راكم تشوفوا هنا ماما كتبدا تخدم فيه، دارته بهذا الشكل هذا، ومن الفوق دارت الصفر تاع البيض وزادت له الكاكاو حبوباتي ولا الاخر لاروم نتاع الشوكولا حبوباتي ثاني تقدروا تستعملوه كما عاوتاني لاروم نتاع الكراميل يعني باش يمدنا اللون والذوق حبوباتي. ومن الفوق درنا له جلجله يعني التزيين تاعها بسيط للكعك. وتكون الفور حبوباتي سخنتوه سابقا شعلتوا له خليتوه يسخن في غرضه وانتم راكم تخدموا الكعك تاعكم. هذه المقله الاولى حبوباتي، وانا كي جات تخدم مقله زوجه وقلت خليتو نصورها تاني معكم. وهنا قلت لكم حبيت كي تدخل مقله زوجه. هنا لاباط تاعكم الا حسيتوها شفت وبدات تيبس ولا تتفتت لكم شويه يعني ما قعدت لكمش طريه بزاف، زيد جيبوا الماء ولا ماء زهر حبوباتي وضيفوه للعجينه تاعكم شويه وعجنوها بهذه الطريقه كيما هاك وبداو تشكلوا فيها حبوباتي. هذه قلت لكم اذا العجينه تاعكم نشفت لكم وبدات تتفتت. اما اذا ما نشفت لكمش العجينه تاعكم وقعدت لكم مليحه خدموا بها عادي، بصح الا نشفت لكم زيدوا لها قطرات من الماء ولا قطرات من الماء زهر وعاود طموا العجينه تاعكم من جديد. وهنا كنت جبت ماما العجينه لواتها درتها على شكل حربوش ودروك قطعتها لقطع صغيره كما راكم تشوفوا ودروك تتلويها كما هكا بهذه الطريقه هذه وتشكلها على هذا الشكل هذا كما شفتوه معايا كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو حبوباتي. تابعوا الفيديو لحظه بلحظه ولقطه بلقطه باش تعرفوا كلش. هنا حبوباتي باش تجيو تشكلوا تجيبوا كما نقولوا اللي ما تعرفش تلوي العجينه نيشان ولا كمبتدئات ولا ما تعرفوش، هنا تجيبوا غلقه نتاع قرعه تاع الزيت ولا بوشون نتاع قرعه تاع ماء ولا اي بوشون كما نقول لكم صغير تجيبوه حبوباتي يكون بهذا الحجم هذا تجيبوه وتلووا عليه العجينه كما نقول لكم باش تجيكم هذا المبتدئات بهم اللي ما يعرفوش يلويو الحبه تاع الكعك نيشان وما يعرفوش يخدموها نيشان. هذيك وسيله ناجحه حبوباتي وتسهل عليكم الخدمه. انا كما كنت حصلت على الحبه تاع الكعك تاعي كما كنت حابتها انا. اما اللي يعرفوا كما قال لك اللي موالفين يخدموا الكعك وكاع راهم يخدموهم بلا ما يحتاجوا داك البوشون هذاك تاع قرعه تاع الماء. هاي الحبه تاعي اللي تحصلت عليها كيف تحصلت عليها. وهنا حبوباتي هذه النتيجه اللي تحصلت عليها في الاخر كما راكم تشوفوا معايا. الحق تاع ربي والله غير جاي هبل جا شيش من الداخل وجا يعني ما شاء الله. نتمنى تجربوا الوصفه حبوباتي وتنال اعجابكم ونكون انا في حسن الظن حبوباتي دائما ونعاود نعتذر للمره الاخيره ونقول لكم اسمحوا لي وبالاخص من حبيبتي اللي طلبت مني الوصفه وعدتها بها نحطها لها نقول لك سمحي لي حبيبتي والله ما بيدي وماشي عن قصد الله غالب. المهم نقول لكم تبقوا على خير وتهلاو لي في روحتكم. باي باي.